والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب أولى ثانوي. النهاردة معادنا مع شرح الدرس الثاني مصادر تاريخية. إيه هي المصادر وإيه هي المصادر الأولية وإيه هي المصادر الثانوية؟ يلا بينا نتعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الدرس الثاني مصادر دراسة التاريخ. ودرسنا النهارده لذيذ جدا وسهل جدا وكل حاجة جدا 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 جدا. تمام. مصادر دراسة التاريخ أو مصادر دراسة الحضارة. يعني إيه كلمة يا مستر مصدر؟ أنا واحد طالب أولى ثانوي ولسه طالع بتعرف على النظام الجديد للثانوية العامة. يعني إيه مصدر؟ كلمة مصدر يعني المكان الذي بدأ منه الشيء. المكان الذي بدأ منه الشيء. يبقى المصدر هو المكان الذي بدأ منه الشيء. الشيء دوت ممكن يكون تاريخ، ممكن يكون حضارة، ممكن يكون أي حاجة. لو قلنا النيل هو مصدر المياه في مصر، يعني ايه الكلام ده؟ يعني المية بتيجي مكانها او مصدرها من مين؟ من نهر النيل. جينا نطبق الكلام دوت على التاريخ او احنا بندرس عن الحضارة. انتوا عرفتوا الحضارات دي يا مستر ازاي؟ عرفتوا حضارة العراق وحضارة الفرعونية القديمة، حضارة فينيقيا، الحضارات دي كلها انتوا عرفتوها ازاي؟ هقول لك يا حبيب قلبي، عرفناها من طريقين اتنين. من مصادر، اول حاجة اسمها مصادر اولية ومصادر ثانوية. نورت المحكمة انت كده يا مستر، نورت المحكمة. الاول ما كناش عارفين كلمة مصدر وعرفتها لنا، ودلوقتي بتقول لنا مصدر اولي ومصدر ثانوي. طب يعني ايه مصدر اولي ومصدر ثانوي؟ هقول لك باختصار شديد جدا. المصدر الاولي هو كل ما تم نقشه او تدوينه وقت وقوع الحدث. هو كل ايه يا مستر؟ واحده واحده يا مستر، انت قلت لنا في الفيديو اللي فات امي بتسلم عليك وبتقول لك واحده واحده. والنبي يا مستر واحده واحده، عينيا. المصدر الاولي هو كل ما تم نقشه او تدوينه وقت وقوع الحدث. دلوقتي في حدث حصل، فعل حصل، فكان في موجود انسان بدأ يكتب الاحداث اللي بتحصل وهو كان موجود في قلب الحدث. يعني شاهد عيان، شاهد على هذا العصر، فكتب. وهو في هذا العصر كتب اللي شافه، سواء كتبه على جدران معابد او في ورق. ده يبقى مصدر اولي، اللي كتبه ده مصدر اولي. امال ايه المصدر الثانوي يا مستر؟ المصدر الثانوي هو كل ما كتب او كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث. فهمها لنا وادينا مثال. واحد جه بعد زمن حب يكتب عن الافعال اللي حصلت في الماضي، حب يكتب افعال عن اللي حصلت في الماضي او يعرف اللي حصل في الماضي. فعمل ايه؟ بدأ يروح للمصادر الاولية ويكتب كتاب، يكتب كتاب. اهو الكتاب بتاعه ده مصدر ثانوي. طب ليه مصدر ثانوي يا مستر؟ علشان هو ما كانش معاصر للأحداث. طب انت تفضل مين يا مستر؟ وأيهما أدق في المعلومات؟ المصدر الأولي ولا المصدر الثانوي؟ المصدر الأولي أدق في المعلومات من المصدر الثانوي. ليه؟ لأنه معاصر للأحداث. طب ايه أمثلة بقى المصادر الأولية والمصادر الثانوية؟ احنا قلنا
إن المصدر الأولي هو كل ما تم نقشه أو تدوينه وقت وقوع الحدث. أمثلة المصادر الأولية إيه؟ أمثلة المصادر الأولية يلا بينا نغنوها. أثر ونكوش برديات ونقود استراقة، اكتبها له تاني. أثر ونكوش برديات ونقود استراقة، اكتبها له. آثار ونكوش برديات ونقود الاستراقة، اكتبها له. الآثار والنقوش البرديات والنقود الاستراقة، اكتبها له. يعني كتابات المؤرخين القدماء. يبقى المصادر الأولية أثر ونكوش برديات ونقود استراقة، اكتبها له. سهلة اهي، سهلة اهي. المصادر الثانوية شعر الفلاسفة أساطير. شعر الفلاسفة أساطير، كتابات الشعراء، كتابات الفلاسفة الأساطير. لغاية دلوقتي سهلة؟ فيها حاجة؟ يلا بينا واحدة واحدة بقى نعرفه. أثر ونكوش برديات ونقود استراقة، ابعتها له. هو حد يقول لي في التعليقات تحت ابعتها له يا فيجا دخلاوي، هعضك من شعرك كمان. أهمية المصادر سواء أولية أو ثانوية. حد يقدر من غير المصادر دي كنا عرفنا التاريخ أو الحضارة؟ لا. يبقى مهمتهم معرفة الحضارة. أهمية المصادر بتعرفنا الحضارات السابقة والتاريخ السابق، والاتنين مشتركين في حاجة، إن هما من إنتاج الإنسان. زي الحضارة والتاريخ والمصادر الأولية والمصادر الثانوية، مين اللي كتبهم؟ الإنسان. مصادر أولية إنسان، مصادر ثانوية الإنسان. يبقى في وجه ارتباط بين المصادر الأولية والثانوية. ايه هي يا مستر؟ اللي هم من انتاج نشاط بشري. كمان المصادر الأولية والمصادر الثانوية بيوثقوا الأحداث. بيوثقوا الأحداث يعني بيكتبوا الأحداث، بيثبتوا الأحداث. في بعض الوثائق لا يتم الإفراج عنها إلا بعد 30 عام، وفي وثائق تانية أسرار حربية لا تخرج. بدونهما يصعب التوصل إلى الحقائق التاريخية ودراستها. بيصعب التوصل. يبقى أهمية المصادر الأولية والمصادر الثانوية، الاتنين من إنتاج النشاط البشري، الاتنين مصدر توثيق الأحداث، الاتنين من غيرهم يصعب دراسة الحضارات. طيب تعالى بقى يلا بينا نخشوا كده على المصادر الأولية ونقزقزوا فيها واحدة واحدة، والكلام سهل وبسيط، ودرس النهاردة سهل 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 سهل. المصادر الأولية ايه هي المصادر الأولية؟ هي كل ما تم نقشه أو تدوينه وقت وقوع الحدث. وقت وقوع الحدث. شرط أساسي في المصادر الأولية إن هي تبقى معاصرة للأحداث. معاصرة للأحداث يبقى اللي بيكتب هيكون أكثر دقة، أكثر موضوعية في نقل الحدث. صح ولا لأ؟ مش هيألف كلام من عنده لأنه شاهد على هذا العصر. مميزاتها أكثر دقة من المصادر الثانوية. طب ليه؟ ليه أكثر دقة؟ لأنها معاصرة للأحداث وقت وقوعها.
معاصرة للأحداث وقت وقوعها. من أمثلة المصادر الأولية أثر ونكوش برديات ونقود أستراكة، ابعتها له. أول حاجة معانا الآثار. أول حاجة معانا الآثار. الآثار عندنا فيها نوعين: آثار قائمة على سطح الأرض بنشوفها زي الأهرامات والمعابد، دي آثار. وفي آثار بنكتشفها في باطن الأرض زي التمائم والمومياوات، ودي من أكتر المصادر الأولية تميزا. من أكثر المصادر الأولية تميزا الآثار. تنقسم إلى نوعين: آثار ظاهرة على سطح الأرض، وآثار بيتم اكتشافها أثناء استخراج أو البحث عن الآثار. يبقى آثار قائمة زي الأهرامات والمعابد، وآثار تانية بيتم العثور عليها أثناء الحفر، تماثيل ومومياوات وتمائم. سهلة فيها حاجة. خش على اللي بعده. النقوش. النقوش جاية من كلمة نقش. طب اللي بينقش يبقى بينقش على حاجة صلبة ولا سائلة؟ لا، مش مياه غازية يا ظريف ولا غازية. اللي بينقش يبقى بينقش على مواد صلبة، صح؟ يعني بيحفر في حاجة صلبة، صح ولا لا؟ يبقى النقوش جاية من كلمة نقش، والنقش يبقى رسوم وكتابات مدونة على مواد صلبة، على مواد صلبة زي الحجر، الرخام، خشب، صلصال، والمعادن، وخاصة البرونز. طب النقوش عندنا نقوش بارزة ونقوش غائرة. نقوش بارزة نقش بارز على الحجر، ونقش مغمور في قلب الحجر، محفور جوه الحجر. نقوش غائرة مثل حجر باليرمو، وده حجر تم اكتشافه في مدينة منف. حجر باليرمو تم اكتشافه في مدينة منف. طوله حوالي مترين، معمول من الديوريت الاسود، تمام، وعثر عليه في مدينة منف. طب اسمع بقى أهمية حجر باليرمو يا اللي مش عايز تسمع. حجر باليرمو بيعرفنا أسماء جميع ملوك مصر منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى ثالث ملوك الأسرة الخمسة. بيعرفنا أسماء الملوك ما قبل الأسرات حتى ثالث ملوك الأسرة الخمسة. يبقى دوت مهم ولا مش مهم؟ مهم. أولي ولا مش أولي؟ أولي. تبع النقوش الغائرة. مهمته أو أهميته عليه أسماء جميع من حكم مصر ما قبل الأسرات حتى ملوك الأسرة الخمسة. وبيعرفنا أهم الأحداث التاريخية مثل الحروب، إقامة المعابد، إقامة التماثيل الكبيرة ذات الأهمية الخاصة. طب ده عليه أسماء. يبقى حجر باليرمو بيعرفنا الأسماء، يعني في كتابة. وحجر باليرمو بيميز لنا حاجة: اهتمام المصري القديم بالكتابة. يبقى حجر باليرمو فوق أهميته اللي هو بيعرفنا أسماء جميع ملوك من حكموا مصر ما قبل وما بعد حتى ثالث ملوك الأسرة الخمسة. طب ده عليه الأسماء، يعني دونوا الأسماء. يبقى ده بيدل على اهتمام المصري القديم بعلم الكتابة. اهتمام المصري القديم بالكتابة. صح ولا لا؟
طيب من انواع النقوش التانية النقوش صلاية الملك نعرمر. ملك مينا عبارة عن لوحة من الحجر الشيست الأخضر، وترجع للأسرة الأولى عام 3200 قبل الميلاد. الأسرة الأولى يعني أسرة الملك مينا موجودة في حجر باليرمو. ليه؟ الملك مينا من الأسرة الأولى، عصر عتيق. حجر باليرمو موجود فيه أسماء ملوك حتى ثالث ملوك الأسرة الخمسة. صح ولا لا؟ يبقى ذكر اسم الملك مينا في عند حجر باليرمو. طيب صليت الملك نعرمر أو الملك مينا من النقوش البارزة ولا الغائرة؟ بارزة. طب بتظهر فيها ايه؟ بيظهر فيها الملك مينا وهو بيقهر الأعداء، بيضرب الأعداء وهو يضرب الأعداء، ومناظر الجنود وأشكال زخرفية ورمزية. دي بتبين لنا كذا حاجة. الصورة دي بتبين لنا كذا حاجة. شكل الأسلحة المستخدمة، ودقة ومهارة العامل المصري أو الفنان المصري. تمام؟ وبتبين لنا انتصارات الأسرة الأولى. يبقى حجر باليرمو بيبين لنا اهتمام المصريين القدماء بعلم الكتابة. صلاية الملك نعرمر بتبين لنا شكل الأسلحة المستخدمة، بتبين لنا دقة الفنان المصري أو العامل المصري في الفن، بتبين لنا انتصارات الملك مينا في المعارك. تمام؟ تمام. يبقى أخدنا آثار، نقوش، برديات ونقود أستراقة. ابعتها له، يلا بينا. البرديات، المادة الوثائقية المكتوبة على لفائف من الورق المصنوع من نبات البرد. كل ديت مصادر أولية. البرديات عبارة عن نبات كان بيزرع، واستخدموا المصريين القدماء في الكتابة عليه. ليه؟ لتميز ورق البردي بصعوبة مسح الحبر عليه. تمام؟ طيب البرديات مادة وثائقية، يعني مكتوب فيها وثيقة، سواء الوثائق دي علمية أو عسكرية. أهميتها مصدر خصب للكثير من جوانب الحضارة المختلفة. البرديات كان بيستخدمها علية القوم. علية القوم يعني الفرعون وكبار رجال الدولة. ودي بتعرفنا ايه؟ جميع جوانب الحضارة المختلفة، سواء من الجهة العلمية أو العسكرية أو الدينية. من أمثلة البرديات اللي عندنا بردية إبرس في مجال الطب، ودي بردية علمية. بردية علمية. عرفتنا ايه بقى بردية إبرس؟ عرفتنا جوانب كتير. عرفتنا تقدم الحضارة الفرعونية في علم الطب. عرفتنا ان كان الفراعنة عندهم
التخصصات الطبية، عرفتنا أشياء في علم التشريح. أقدم مخطوطة علمية محفوظة قدمتها الحضارة المصرية القديمة، وتعد مرجعا لأهم الأمراض وفيها مصطلحات خاصة بعلم التشريح، الفسيولوجي والعلاج. يبقى دي بتدل على تقدم المصريين القدماء في العلوم الطبية. وعرفتنا ان البرديات كان بيستخدمها كبار رجال القوم او علية القوم او الاغنياء. طب كان بيستخدمها الاغنياء والفقراء يا مستر ما كانوش بيستخدموها، ما كانوش بيستخدموها. يبقى ده يعرفنا حاجة، ان هنا في وجود طبقية، ان المجتمع المصري كان مجتمع، او المجتمع الفرعوني مجتمع طبقي، في فقراء وفي اغنياء. تمام. طيب هي المخطوطه دي يا مستر مرضيه ابرس مش كان في مدارس بتعلم علوم الطب؟ يبقى المدارس استخدمت كمان البرديات، يبقى طلبة المدارس استخدمت البرديات. تاني حاجة، كان ورق البردي في مصر الفرعونية لا يستخدم إلا في الفرق المتقدمة بالمدارس والمعابد وكتابة الوثائق المهمة، وذلك لصعوبة الحصول عليه، حيث كان من أهم السلع التجارية والاستراتيجية المصرية، بالإضافة لصعوبة مسح الحبر المستخدم في الكتابة عليه. ده مين اللي قايل الكلام ده؟ وولديورانت. الفرق المتقدمة في المدارس، طلبة الكليات بمعنى أصح لو هناخدوها بالعصر الحديث. تمام؟ ومن ميزة ورق البردي صعوبة مسح ما كتب عليه، ده لإيه؟ لحفظ المادة الوثائقية عليه. ده بيبين لنا إيه؟ بيبين لنا مدى معرفة المصري القديم بخصائص نبات البردي، مدى معرفة المصري القديم بخصائص بمميزات نبات البردي. يبقى هو المصري القديم كان عارف ان نبات البردي يصعب مسح ما كتب عليه من الحبر، صح ولا لا؟ يبقى المصري القديم كان عارف الخصائص المواد الخام. ومن اهم السلع التجارية المصرية، عارفين ليه؟ لان نبات البردي لا يصنع الا في مصر، لا يصنع الا في مصر، ومصر خدته سلعة تجارية، ومصر كانت بتصدره الى الدول. يعني دي من السلع الاستراتيجية المصرية، وانتقلت الى المرحلة العالمية. تمام. والصناعة الوحيدة اللي كانت متميزة في مصر. يبقى نبات البردي، مركز معايا انت في النواتج التعلم اللي احنا عاملين نتكلموها، نبات البردي من الصناعات المتميزة
في مصر الفرعونية. ليه؟ لأنها لم تصنع إلا في مصر، وانتقلت من مرحلة إلى مرحلة العالمية، مرحلة المحلية إلى المرحلة العالمية. فين؟ بسبب مين؟ بسبب المصريين، وإن النبات البردي ما كانش بيتصنع إلا في مصر. الأستراكة، المصريين القدماء ناس برضك خلي بالك ناس فطاحلة، ما توقفش قدام منهم مشكلة. عالية القوم استخدموا الورق البردي وبيكتبوا عليه. طيب المجتمع المصري، الشعب الغني الفقير ده عايز يتعلم الكتابة، عايز يكتب، ما عنديش نبات بردي. أم بس قال لك وجدتها سهلة يا باشا، وهو ماشي في الشارع لقى حتة رخام أو حجر، قال لك بس هاخد الحجر ده وابدأ أكتب عليه، كسرات الفخار والحجر المكتوب عليها وتسمى شفقة. بسيطة يا باشا، بسيطة خالص، هاخد حتة حجر وابدأ أكتب عليها. استخدمها كل من الطبقتين المتوسطة والفقيرة للكتابة عليها. هو المجتمع المصري كان مهتم بالتعليم، ده يبين لنا ان المجتمع المصري مهتم بالتعليم. ما قالش انا شعب فقير والاغنياء مستخدمين ورق البردي خليهم هم اللي يستخدموا، لا، ورق البردي ده بيدل لنا على اهتمام المصري القديم بالتعليم. وبيبين لنا حاجة تانية، مين يقول؟ قدرة المصري القديم على حل المشكلات. مفيش ورق بردي، هات حتة فخار اكتب عليها. اشمعنى الفخار؟ لأنها مادة متوفرة يسهل الحصول عليها وغير مكلفة للكتابة نظرا لصعوبة الحصول على ورق البردي، لذلك استخدمت في مختلف الأشكال الحياة اليومية. المصري كل واحد عايز يبعت خطاب للتاني اكتب له على حتة فخار وابعتها له، يلا يا باشا، ومفيش ورق بردي مش إشكال، اكتب له، حرروا إيصالات وخطابات، دربوا على الكتابة. تحرير الإيصالات والخطابات كان بيعرفنا حاجة، المصريين وهم بيتكلموا مع بعض ده بيبعت لده خطاب وده بيبعت لده خطاب، كان بيبين لنا الجوانب الاجتماعية للشعب المصري. والتدريب على الكتابة يعني بيبين لنا اهتمام المصريين بالتعليم. تحرير الإيصالات والخطابات، واحد بيقول له مناسبة سعيدة بمناسبة دخول ابنك المدرسة أو ترقيتك في العمل أو المناسبات، ده بيعرفنا العلاقات الاجتماعية لطبيعة الشعب المصري. التدريب على الكتابة ده بيبين لنا اهتمام المصريين القدماء أو الشعب الفقير في المصريين القدماء بالتعليم. النقود والمسكوكات، خامس حاجة معانا. النقود يعني الفلوس، قطع معدنية تحمل ختما من السلطة العامة لضمان وزنها ودرجة نقائها. حتة المعدن اللي انت بتشوفها دي
مختومة من الدولة بتختمها ليه؟ الدولة بتختمها لضمان نقاء المعدن ده ودرجة نقائها. الوزن مظبوط والمعدن مظبوط. طيب احنا عندنا معدن، المعدن ده ساعات بيتكتب عليه تاريخ اصدار العملة. ده بيعرفنا ايه؟ بيعرفنا العصر التاريخي الذي صدر في وقته مين؟ العملة. ساعات بيتكتب على العملة تاريخ. بص على اي عملة كده هتلاقي مكتوب عليها تاريخ. ده بيعرفنا امتى العملة دي صدرت. ساعات العملة دي كمان بيكون مكتوب او مرسوم عليها معركة. ده بيعرفنا ايه؟ بيعرفنا الحرب او دلالة تاريخية او المظهر التاريخي اللي حصلت فيه في الوقت ده. بيعرفنا نوع المعدن المستخدم. بيعرفنا ايه؟ بيعرفنا الحالة الاقتصادية للدولة في الوقت ده. لو المعدن ذهب يبقى الحالة الاقتصادية فيها رخاء. المعدن رخيص يبقى الحالة الاقتصادية للدولة في الوقت ده كانت مهملة او الحالة الاقتصادية ضعيفة. بتعرفنا عصور تاريخية امتى؟ من خلال كتابة العصر او كتابة التاريخ. الحالة الاقتصادية يبقى المعدن نفسه. الأحداث السياسية سواء كانت موجود فيها حرب أو افتتاح حاجة، افتتاح متحف أو افتتاح معبد أو افتتاح أي حاجة. الملوك والحكام في تلك الفترة ساعات بيكتبوا أو بيرسموا صورة الملك على العملة. لم يكن سك العملة معروفا في العصر الفرعوني. لم يكن سك العملة معروفا في العصر الفرعوني. يعني معناها ان من المصادر الأولية التي تستبعد من دراسة التاريخ الفرعوني هي النقود والمسكوكات. ليه يا مستر؟ اصلك ايام الفراعنة ما كانش فيه نقود. امال كان في نظام ايه؟ كان في نظام المقايضة. خد لبن واديني شعير، ده اسمه نظام المقايضة. لكن النقود ما كانتش موجودة في العصر الفرعوني، فدي تستبعد من دراسة التاريخ في العصر الفرعوني. النقود والمسكوكات. ليه يا مستر؟ لم يكن سك العملة معروفا في العصر الفرعوني. سادس حاجة، كتابات المؤرخين القدماء. كتابات المؤرخين القدماء، المصادر الأولية. المؤرخين القدماء عندنا اتنين. عندنا مانيتون السمنودي، وده كان كتب التاريخ وهو مصري. مانيتون السمنودي مصري من سمنود، أول مؤرخ مصري قام بكتابة التاريخ. تمام؟ تمام. كتبوا. مين اللي كلفك يا مانيتون بكتابة التاريخ المصري؟ قال لي الملك بطليموس الثاني. الملك بطليموس الثاني. كلفت مين يا بطليموس؟ كلفت مانيتون. كلفت مانيتون بإيه؟ بكتابة التاريخ. الله أكبر. الله. يبقى قطع الحتة دي. تمام يا مازن؟ شايفني انت وانا عارف ان انت هتضحك. خلاص؟ اضحك زي ما انت عايز. مانيتون السمنودي كان مصري، اتكلف بكتابة التاريخ من الملك بطليموس الثاني.
طيب عندنا واحد تاني اسمه هيرودوت، مؤرخ إغريقي من الإغريق، زار مصر وكتب عنها في كتابه تمحيص الأخبار. والكتاب ده 9 أجزاء، الجزء الثاني كتبه كله عن مصر. بتتكلم في إيه أنت؟ اتكلمت عن مصر في إيه؟ عن حدودها ومدنها. يعني اتكلمت عن حدود مصر ومدن مصر، يعني اتكلمت عن التقسيم الإداري لمصر، كل حدود مدينة والتانية، أسماء المدن، أحداث مصر التاريخية، الملوك وأعمالهم، الحضارة المصرية. كل ده عمله مين؟ هيرودوت. يبقى عندنا في كتابات المؤرخين القدماء 2، مانيتون السمنودي وده مصري، اتكلف في عهد بطليموس الثاني بكتابة التاريخ المصري. جالنا واحد تاني يوناني من الإغريق عمل كتاب تمحيص الأخبار اسمه هيرودوت، اتكلم عن التقسيم الجغرافي لمصر وحدودها والمدن، يعني اتكلم عن التقسيم الإداري. اتكلم عن الأحداث التاريخية التي مرت بها مصر، اتكلم عن الأحداث التاريخية، اتكلم عن الملوك. بس في وجه تشابه كده، مين يطلع لي وجه تشابه كده حلو هيبقى ليه جايزة؟ قسما بالله هتبقى جايزة. ها، في وجه تشابه من أعمال ملوك وأحداث تاريخية مرت بها مصر. ها، أعمال الملوك، أعمال الملوك يعني الحروب. يبقى في وجه تشابه من كتابات هيرودوت وصلية نعرمر. اللي صلية نعرمر بتبين لنا أعماله وانتصاراته، صح؟ لكن حجر باليرمو بيبين الأسماء الملوك. تمام؟ مظاهر حضارتها، مانيتون السمنودي كان كاهنا في عهد الملك بطليموس الثاني، كلفه بالتاريخ، كتابة التاريخ في مصر القديمة. وبهنا يا باشا نكون خلصنا المصادر الأولية كاملة. عايزك واحدة واحدة كده تراجع الفيديو تاني، ولو في أي تعليق أو أي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنت، وأنا من عندي ليك. وما تنساش تحمل المذكرة من أول تعليق سايبهولك تحت بقية الدرس. المصادر السنوية يعني المراجع، المصادر السنوية يعني المراجع. وقلنا في الفيديو اللي فات المصادر السنوية هو كل ما تم تدوينه بعد مرور وقت طويل من زمن وقوع الحدث. يعني المؤلفات التي كتبت بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث، واعتمد في كتابتها على المصادر الأولية. ايه الكلام ده يا مستر؟ دلوقتي في واحد جاي يكتب عن الحضارة الفرعونية مثلا، حب يكتب كتاب عن الحضارة الفرعونية، قام رايح للمصادر الأولية، بدأ يشوف المصادر الأولية ويدون في كتابه ما شاهده وما رآه. الراجل ده جاء بعد وقت كبير
من الحدث اللي هو بيكتب فيه ولا كان موجود في الحدث اللي هو كان بيكتب فيه؟ لا والله يا مستر، ده الراجل ده جاء بعد الحدث ده بوقت طويل، والكتاب اللي بيألفه ده طب مصدر أولي ولا مصدر ثانوي؟ لا كده مصدر ثانوي. طيب مميزات المصادر الثانوية: متوفرة وسهلة الحصول عليها، بديل المصادر الأولية المفقودة. في مصادر أولية ما بقدرش أجيبها أو فقدت، فيمكن الاستعانة من المصادر الأولية بالمصادر الثانوية. طب أنواعها إيه مصادر الثانوية يا مستر؟ الشعراء، الفلاسفة، أساطير. يعني كتابات الشعراء والفلاسفة والأساطير. البحوث والمقالات العلمية التي قام بكتابتها المتخصصون. واحد جاي يعمل بحث تاريخي عن حضارة من الحضارات، عن عصر من العصور، عن العصور الوسطى، فعمل بحث. البحث ده كاتب البحث واللي كتبه كان موجود في وقت الحدث ولا بعد مرور زمن طويل؟ بعد مرور زمن طويل. يبقى البحث ده مادام كتب بعد مرور زمن طويل يبقى من المصادر الثانوية. والباحثون الذين لم يعاصروا الأحداث التاريخية. لغاية دلوقتي المصادر الثانوية سهلة وبسيطة. كتابات الفلاسفة: أستاذنا سقراط، الأستاذ أرسطو، أستاذ الأساتذة أفلاطون. كتابات الفلاسفة دي من المصادر الثانوية. طب كتابات الشعراء: الشاعر الإغريقي هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة، والتي تعد مصدرا تاريخيا للمعلومات، مصدر تاريخي للمعلومات السياسية والاقتصادية والحضارية لبلاد الإغريق القديمة اليونان. طب الراجل ده هوميروس ده راجل إغريقي ولا مش إغريقي؟ إغريقي. كتب عن مين؟ كتب عن الحضارة الإغريقية. طب ليه يا مستر ما حطيتوش في المصادر الأولية؟ قال لك أصلك الكتابات الشعراء ملحوظة مهمة جدا. الشعراء ساعات بيكتبوا كتابات خيالية ويكون الكتابة بتاعتهم منحازة للعصر اللي هم عايشين فيه، يبدأ يبعد الشاعر في كتاباته حتى لو هو معاصر للأحداث عن الموضوعية ونقل الحدث بحياد. مادام بعد عن الموضوعية في نقل الحدث يعتبر اللي كتبه من المصادر الثانوية. لأن المصادر الأولية لو تلاحظوا كده هتلاقوا فيها آثار، مباني ما تقدرش تكذب، النقوش ما تقدرش تكذب، دي مادة جامدة. تمام؟ المعادن مادة جامدة. علشان كده العلماء قالوا على النقوش والبرديات والآثار والأستراقة وكتابات المؤرخين القدماء هم بيكتبوا بعيدا عن العاطفة أو الميل إلى جانب من جوانب بلادهم، قالوا يبقى دي مصادر أولية. ممكن المصدر الأولي يبقى مصدر ثانوي في حالة انحياز الكاتب إلى الجوانب العاطفية أو الكتابة الفلسفية أو الكتابة الخيالية،
فعشان كده كتابات الشعراء، هوميروس كان إغريقي، اتكلم عن إغريق، اتحط في المصادر الثانوية. طب اتحط في المصادر الثانوية ليه؟ لأنه كتب التاريخ، كتب التاريخ بالعاطفة والخيال، وبعد عن الموضوعية في نقل الأحداث. ما تتكتب. صح كده يا باشا؟ يبقى هوميروس كتب، صاحب كتاب الإلياذة والأوديسة، مصدر تاريخي للمعلومات سياسي واقتصادي وحضاري لبلاد الإغريق. تمام؟ الأساطير، حد يصدق الأسطورة؟ ده خيال، ده خيال. كلمة الأساطير دي كلمة خيالية، واحد بيكتب خيال، أسطورة منافية للحقيقة. يبقى مصادر ثانوية، بس هي جزء من التراث الشعبي. الأساطير بتعرفنا برضك إيه؟ الاجتماعيات أو الثقافة المجتمعية. الثقافة الاجتماعية، ومصدرا أدبيا يعكس الكثير من صور الحياة الاجتماعية والسياسية. يبقى التراث الشعبي ده يعني ثقافة المجتمع المصري أو المجتمع الإغريقي. مين اللي بتعرفنا الكلام ده؟ الأساطير. تمام؟ وبتنقل لنا صور الحياة الاجتماعية وصور الحياة السياسية، زي قصة مين؟ قصة إيزيس وأوزوريس في مصر الفرعونية، وقصة الصراع بين حور وست، والعازف على القيصرة. في أدبيات كتيرة قوي في الحضارة الفرعونية. قصة الطوفان في بلاد العراق القديم. بص يا باشا، تنتمي بعض الكتابات السابقة إلى زمن وقوع الحدث، يعني سواء كتابات الشعراء أو الفلاسفة أو الأساطير، ممكن دي تكون في وقت وقوع الحدث، لكنها تعتمد بشكل كبير على الأسلوب الفلسفي. الأسلوب الفلسفي يبقى كل واحد فيلسوف له وجهة نظر معينة في كتاباته للتاريخ، فلما يجي يكتب التاريخ يكتب التاريخ من منظوره هو، مش بينقل الحدث كما حدث، ولكن يكتب التاريخ من منظوره هو. فكده بعد عن الموضوعية في نقل الحدث التاريخي. عشان كده بنحطوه مصادر ثانوية، وممكن يكتبوا بأسلوب البلاغي أو الخيالي أكثر من اعتمادها على الكتابة التاريخية الموضوعية. لذلك تعد كل الكتابات دي من المصادر الثانوية. تمام؟ وبكده نبقى خلصنا الدرس الثاني والجزء الثاني من مصادر دراسة الحضارات. دمتم يا رب في صحة ونجاح وتفوق، وكان معكم مستر نصر حمدي مدرس مادة التاريخ. متنساش الفرسان في أمان.